السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة جولة جديدة من منوعات وحكايات مع شمس. جولتنا النهاردة في الحسين، خاصة حي الجمالية. حي الجمالية اللي بيتمتع بشهرة تاريخية وعالمية لأنه بيعتبر مجمع تراث القاهرة منذ بنائها. فيه الأزهر والجامع الحاكم بأمر الله والجامع الأقمر وغيرها، وفيه أسوار القاهرة وبوابتها والمدارس الأيوبية والمملوكية وخان الخليلي والصاغة والنحاسين. بيتمتع حي الجمالية بالقاهرة بشهرة تاريخية وعالمية لأنه بيضم معظم تراث العاصمة المصرية القديم. لأن فيه الجامع الأزهر ومسجد الحسين وجامع الحاكم بأمر الله والجامع الأقمر، وفيه أسوار القاهرة وبوابتها والمدارس الأيوبية والمملوكية والصاغة وحي النحاسين. وكذلك يضم خان الخليلي والغورية وغيرها من الأماكن التاريخية في هذا الحي الأثري المهم. زيارتك لحي الجمالية بمثابة زيارة إلى التاريخ. عندما تزور حي الجمالية فأنت إذن في زيارة إلى تاريخ مصر عبر قرون عدة، حيث تسير في شوارع مر عليها خلفاء وملوك وأمراء من دول مختلفة حكمت مصر، وتراكمت أثرها يوم بعد يوم حتى وصلت للأحفاد. كما ان هذا الحي عاش فيه سياسيون وعلماء الدين، وتردد عليه عدد من مشاهير الادب والفن من كل دول العالم. وبيتميز حي الجمالية من خبرات وتجارب حرفية ويدوية هي فخر الجمالية، ابتداء من صناعة النسيج والصباغة والتطريز إلى الأدوات المنزلية والمنتجات النحاسية والفضية والذهبية، وهي تروي حكايات وأيام الفاطمية المجيدة. شكلها حلو. بيقال ان تسمية الحي بهذا الاسم بتتنسب للامير جمال الدين محمود الاستدار من عهد المماليك البرجية، بعد ما بنى في الحي مدرسة سنة 1409، وكانت من اعظم مدارس القاهرة. مساحة الحي العريق ده حوالي 2.5% من مساحة القاهرة الحالية. بيضم حي الجمالية 18 شياخة، أهمها شياخة الجمالية. بيحد حي الجمالية التاريخي من الشرق شارع المعز لدين الله ومنطقة بين القصرين، ومن الشمال والغرب أبواب القاهرة الفتوح والنصر وجزء من السور الفاطمي، ومن الجنوب شارع الأزهر. في العصر الفاطمي المنطقة دي كانت حوالي خمس القاهرة، وكانت فيها قصور الخلافة الفاطمية.
باب الفتوح وهو أحد أبواب سور القاهرة، بني سنة 1087 ميلادية على يد جوهر الصقلي، ثم جدده الأمير بدر الجمالي فجعله في موضعه الحالي في مدخل شارع المعز لدين الله الفاطمي بجوار جامع الحاكم بأمر الله. باب يمين باب الفتوح مقام سيدي الذوق. سيدي الذوق ده قصته انه كان راجل كريم ومحبوب من الجميع، وكتير كان بيتدخل لفض نزاعات الفتوات وبيصلح بينهم، ولكن في مرة فشل في انه ينجح في اللي كان بيعمله قبل كده في فض النزاعات بينهم، وتطور النزاع بين الفتوات الى صراع دموي، وغضب منهم الذوق وقرر هجرة الحي بأكمله عقابا لهم. وعندما اقترب من باب الفتوح حاملا معه حقيبته سقط ميتا، فتجمع محبيه ودفنوه في مكان سقوطه يمين باب الفتوح من الداخل. ومن بعده كلما تصارع الفتوات وصل بهم الأمر إلى صراع دموي، يخرج أحدهم صارخا: يا جماعة عيب، ده الذوق ما خرجش من مصر، بمعنى ان الذوق مدفون بينا. استنونا في جولة جديدة وحكاية جديدة مع منوعات وحكايات مع شمس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.